السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفات هدى. اليوم عندنا الطاجين ديال اللحم بالخضار الموسميه، كيجي لذيذ بزاف بزاف، وكنتمنى من الله تجربوه وتردوا عليا. دابا انا غنحط طاجين ونشعل البوطير بالماء. حاولوا ما تجهدوش على البوطه بزاف، وملي يسخن الطاجين نديروه هكايا واحد 2 معالق ديال الزيت البلديه، ما نكثروش الزيت حيت الطاجين كاع ما يحتاج الزيت بزاف. وعندي واحد المعلقه ديال الزيت الرومي، خلطهم مع بعضياتهم ونخليو حتى يسخن شويه الطاجين. عاد نضيفوا البصله انا شرطت واحد البصله كبيره وغادي نضيفها للطاجين هكا، ونحاولوا نقادو البصله على الطاجين مزيان، ونحطوا اللحم. انا دابا عندي هنا نص كيلو ديال اللحم. حاولوا اي اللحم عندكم 300 غرام 250 غرام ضيفوها، اللي كاين ضيفوه ماشي مشكل. ولا عندكم صات اللحم الغلمي، الطاجين تا هو كيبغي اللحم الغلمي، انا ما عنديش درت اللحم بقري. اللي عندكم ضيفوه ماشي مشكل. وغادي نخليو البوطه بالمهل، حاولوا ما تجهدوهاش بزاف باش الطاجين يطيب مزيان واللحم تا هو يطيب مع الخضار. دابا انا عندي هنا غنسد على الطاجين ديالي ونخليه يطيب. انا دابا خليته 5 دقائق وفسحت على الطاجين. ودابا غادي ندير التوابل. ندير التوابل عاد ندير الماء. حاولوا الا بغيتو ديروا الماء ديروا الماء سخون باش ما يتحرقش الطاجين. دابا عندي هنايا راس ديال المعلقه ديال سكينجبير، وعندي هنايا الخرقوم البلدي راس معلقه صغيره، وعندي هنايا واحد المعلقه صغيره ديال الابزار، وعندي درت انايا لقامه ديال الدجاج، التوابل ديال الدجاج كيجيو لذاذ بزاف فيها الطاجين. وعندي هنايا الملحه على حسب الذوق، انا درت معلقه صغيره ديال الملحه. ما تكثروش الملحه بزاف حيت الخضار ما غاديش يكون الماء بزاف باش ما يجيكمش مالح بزاف. هادشي اللي كاين. دابا انا غنضيف التوابل كلهم على اللحم من الفوق بهذا الشكل هذا، ونخليه يسخن الطاجين مزيان. عاد نحرك البصله مع اللحم بهذا الشكل هذا، والطاجين راه كيجي لذيذ بزاف بزاف. ونحاولوا زعما في هاد الخضر اللي واجده دابا في السوق نتناولوها كتجي لذيذه بزاف. دابا انا سديت على الطاجين وخليته تيسخن مزيان الطاجين وتشحر مزيان البصله. عاد غادي نحرك اللحم مع البصله. دابا انا غنعري على الطاجين بهكا هانتوما كتشوفوا. دابا غادي نقلب اللحم، نقلبو مزيان. واللي عنده بغى يطيب على الفاخر يطيب تا هو كيجي مزيان الفاخر، حيت والدينا بكري كانوا كيطيبوا طاجين على الفاخر كيجي لذيذ بزاف بزاف. وتا هكا كلا نقصوا البوطه راه كيجي بحال اللي كيطيب في الطاجين يطيب في الفاخر. حاولوا طيبوا تنقصوا البوطه باش ما يتحرقش الطاجين ويجي لذيذ بزاف بزاف. هادشي اللي كاين. واللحم راه كيطيب بشويه بالمهل، كيطيب اللحم مزيان كيجي مشحر. دابا انا حركت الطاجين، حركت اللحم مع البصله مزيان. دابا انا غادي نخليه ثاني شويه، نسد عليه ونخليه بلاتي شويه. عاد نضيف الخضر. دابا انا عريت على الطاجين ودرت واحد معلقه كبيره ديال القزبر ومعدنوس من الفوق. دابا غادي نضيف الخضار. انا قطعت البسباس غسلته مزيان. حاولوا ديروا اي خضرات، تحاولوا ديروا الماء وتقطعوها هكا على جوج، وديروا الماء وديروا شويه ديال الخل باش يتنظف لينا الخضره كلها. دابا انا غنستفو هكا في الجوانب ديال البسباس انا قطعته، وغادي نستفو هكا في جوانب ديال الطاجين بهذا الشكل هذا باش كيجي منظم الطاجين ويجي زوين. دابا حاولوا تقطعوا البسباس على جوج ولا على 4 اللي بغيتو ماشي مشكل. انا عندي الطاجين ما كبيرش بزاف، عندي طاجين موين، وكاين اللي كيكون عنده طاجين كبير كبر من هذا حتى هكا يقدموا بحال هكا ويصاوبوا يستفوا بحال هذا الشكل هذا كيجي مزيان. حاولوا دائما تدوروا الخضر من الجوانب ويبقى اللحم في الوسط باش كتجي الخضره كتجي منظمه وتجي زوينه في الطاجين. دابا انا قطعت القوق، خديت 1 كيلو ديال القوق قطعته بهذا الشكل هكا دوائر باش نزين الطاجين ديالي في الوسط بهذا الشكل هذا.
حاولوا تزينوه هكا وكيبقى منظم ويبقى زوين حتى في الحطه كيجي زوين بزاف بزاف. دابا انا دابا درت هادو في الوسط، هذا الربعه ديال الدوائر، ودابا انا قطعت هادو مرصوات صغار في الجناب باش نزين بهم الطاجين بهذا الشكل هذا. دابا انا غندير الجلبانه هكا بهذا الشكل باش يجي زوين الطاجين ويجي لذيذ ويجي كيجي زوين بزاف بزاف. كنتمنى من الله تجربوه، كيجي احسن وكيجي ما كيجيش ممرق بزاف. دابا انا خديت هكا شي نص كيلو ديال الجلبانه، فركتها ودرتها هكا. واي حاجه المهم قليل ولا كثير ديروا ماشي مشكل. حاولوا ما تكثروش بزاف الخضر باش ما يجيش عامر بزاف. انا غادي ندير الماء سخون، خاصكم ديروا الماء سخون، ما ديروش الماء بارد باش ما يتشققش الطاجين. وحاولوا ديروا نص، ما تكثروش بزاف. انا غندير نص كاس ديال الماء، ما غنكثرش الماء بزاف حيت الطاجين ما تيبغيش الماء. حاولوا ما ديروش الماء باش ما يخرجش على الطاجين، يكون بهذا الشكل هذا، حيت الخضر كلها راها زعما ما تحتاجش الماء بزاف في الطاجين. دابا انا غندير هذا العود هذا. حاولوا ديروا عود ديال هكا شي قطيب ديال العود ولا شي معلقه ديال العود هي اللي نديروها باش ما يفيضش الطاجين الا كان الماء بزاف. هادشي اللي كاين، هذا هي الفكره ديال الطاجين باش كيطيب. انا درته بهذا الشكل هذا هكا. هانتوما كتشوفوا الطاجين هو طاب وجا زوين ودغيا كيطيب، ما كيشدش الوقت بزاف، ما كيشدش الوقت. حاولوا دابا طيبوا الطاجين ويكون غير بالمهل، راه كيطيب اللحم وكيطيب الخضره وطيب كلشي صافي. وتحاولوا الا كان الماء بزاف ديروا هذا العود هكا دخلوه لتحت باش ما يتحرقش الطاجين. دابا انا خليت الطاجين عنده طاب ليا شي 20 دقيقه. حاولوا تخليو الطاجين تينشف بهذا الشكل، ما تخليوش فيه المرقه تعريو على الطاجين وبقى تنقصوا عليه البوطه وتخليوه تينشف. هانتوما كتشوفوا الطاجين خرج زوين ولذيذ بزاف بزاف. وكنتمنى من الله تجربوه وتردوا عليا. ومرحبا بكم والف مرحبا بكم في القناه ديالي، بالصحه والراحه.